السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وبصحة وسعادة يا رب. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل كريم للبشرة عشان يفتح معانا، عشان يخلي بشرتنا ناعمة. بجد كريم هيغنينا عن اغلى الكريمات اللي ممكن انتي تشتريها. اول حاجة في الوصفة احنا هنجيبه طبعا علبة عشان نحطه فيه نعمله فيها الوصفة بتاعتنا. اول حاجه معانا هتجيبي اي نوع كريم مرطب هو موجود عندك، اي نوع كريم. انا عندي، بس خلي بالكم يا جماعه عشان بالله عليكم، عشان نيفيا مقاطعه، بس هو انا كان عندي والاكسباير قرب ينتهي، فانتوا عارفين احنا علشان شغلنا فبنبقوا جايبين منتجات كتير، فانا عندي حاجات كتير جدا من قبل المقاطعه موجوده. فانا هاخد نيفيا، هاخد منه معلقه كده كويسه اهي، هحطها. وعايزه كمان انا بالنسبه لي هاخد كمان مرطب جدا انا بحبه قوي قوي، اللي هو ريتشي بانسينول. ريتشي بانسينول من المرطبات الحلوه جدا والخفيفه واللي بيمتص بسرعه. وعايزه اقول لكم ان هو في ماده الديكسا بانسينول حلوه قوي قوي. تركيزها اعلى من البيبانسين، هو بديل البيبانسين. وكمان في مكونات، في نسبه من النيساناميد وفي فيتامين سي، وكل دول بيشتغلوا على النضاره والتفتيح. وفي العرق السوس وده ملك التفتيح وبيوحد لون البشره. وفي زيت بذور العنب اللي بتحمي اصلا البشره من ان يحصل لها اي جفاف. وفي العسل، والعسل معروف ان هو من المرطبات الحلوه جدا للبشره. فانا بحب بصراحه ادخل في اي وصفه من وصفاتي الريتشي بانسينول. طيب اللي بعد كده هناخده 5 نقط من زيت الورد، لان زيت الورد فيه فيتامين سي مفيد جدا لعلاج حب الشباب، بيرطب البشره، بيحميها من اشعه الشمس، بيفتح البشره حلوه قوي، وبيوحد لونها، وبيعالج لو في اي تصبغات موجوده. ادي زيت الورد معانا 5 نقط بالظبط اهو. 2 3 4 5، مفيش مشكلة لو نزلت نقطتين زيادة. طيب اللي بعد كده هناخده كمان زيت زيت اللوز المر يا جماعة. انا عايزة في الوصفة ديت، انا عايزة المر مش عايزة الحلو. زيت اللوز المر اشمعنى؟ لانه بيجدد خلايا البشرة، بيحسن ملمسها، بيقضي على البقع اللي موجودة، بيقلل ظهور الهالات السوداء، بيرطب البشرة، بيخفف من اثار علامات تمدد الجلد. فبرضو انا هاخد كده بتاع 5 برضو آه قطرات اهو. شايفين اللي هو مثلا بما يعادل نص قطاره. انت هتجيبي اللي هو الدروبر بتاعت اي سيرم موجود عندك، او ساعات بيبقى فيه علاج كده بيبقى جاي معاه القطاره ديت، خديها واستخدمي بيها. طيب الزيت اللي بعد كده اللي هو زيت العرق سوس. طبعا العرق سوس انا لسه قايله ان هو ده يعتبر ملك التفتيح، بيجدد بيوحد لون البشره وبيرطبها كويس جدا، وبيخفي لو في اي بقع موجوده، وبيشد كمان الجلد اللي هو البشره، بيشد البشره بتاعتنا. زيت العرق سوس عايزه اقول لكم انا باخد مثلا، عارفين اللي هي الكوتون بادز، بحط فيها كده كام نقطه، وكل يوم بمسح بيهم بشرتي. حلوه قوي قوي، انت ممكن تستخدميه لوحده كده، فغني قوي قوي بالمكونات اللي موجوده فيه. واللي بعد كده طبعا كلنا عارفين الكبسوله اللي هي بتاعت فيتامين اي ديت، كويسه جدا، هتجيبيها من الصيدليه اهي. فيتامين دي اخر واحده عندي في الشريط، دي بتجيبيها من الصيدليه. لو انت متاح عندك الكبسولات التانية اللي هي بتتباع في محلات التجميل هاتيها، مفيش مشكله اهي. بمقص كده صغير رفيع، او دبوس، اي حاجه يعني. هتنزلي كل السائل الزيت اللي موجود فيها. على فكره انا كنت باخده كده الفيتامين اي، باخد كده كبسوله كل يوم يعني. كنت عند والدكتور هو اللي كان كاتبهولي، مش انا، ما كنتش باخده بمزاجي، مكملات يعني وفيتامينات الجسم بيحتاجها. دي كويسة جدا الكبسولة ديت، بتشد البشرة بشكل كويس جدا، بتديها نضارة، بتساعد على التفتيح. ومش بس كده، كمان على فكرة مفيدة في للشعر كمان. فالكبسولة اللي هي اي دي بتاعت فيتامين اي دي كويسة جدا. كده معانا الوصفة بتاعتنا اكتملت. هنقلب بقى كل المكونات بتاعتنا دي، انا مش هقلب بقى في دي،
هقلب بالرفيعه دي، هنزل بس كل دوت. وعايزه اقول لكم بقى على خطوه مهمه بصراحه، بنتي هي اللي عملتها لي، حلوه قوي قوي قوي. ان هي عملت لي لما كنا عاملين الخلطه دي قبل كده، ولما جربتها وعجبتني بقى، لان انتوا عارفين اي حاجه انا بعملها بجربها لكم، لازم اكون مجرباها على نفسي الاول. اقول لكم عليها لازم اكون مجرباها على نفسي الاول. ان هي حطتها لي في التلاجة. عايزه اقول لكم احساس كده وانا باخد حاجه من التلاجة في الحر دوت وبحطها على بشرتي، احساس تاني خالص، جميل جدا جدا جدا. بصوا هنا الكريم سايل شويه، فانا ممكن احط، انا مش عارفه في حد في الشارع عمال ينادي يعصبني انا شخصيا، ما بالي انتوا بقى، معلش حقوق عليا اهوت. انا ممكن ازود كمان كريم على فكره، يعني انا ممكن احط باقي كريم نيفيا كله لحد ما احس ان القوام بتاعها بقى حلو اهو. هاخد تاني نص معلقه كده، وكده الخلطه بتاعتنا تبقى جاهزه معانا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وكومنت حلو، واستنوني في فيديو جديد.